السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير نينا. نرحب بجميع المشتركات واللي راهي تشوف الفيديو لأول مرة. نتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم جديد وصفاتي. اليوم جبت لكم وصفة تاع الديول يجوا بزاف خفاف وشفافين كما راكم تشوفوا فيهم، ووصفة بزاف سهلة واقتصادية وما تديش الجهد بزاف. هاد الديول يجوا كما راكم تشوفوا فيهم كمية كبيرة وبمقادير بسيطة، وكما قلت لكم ناجحين وطريقة جد جد سهلة. ما اقترحت عليكم اليوم حشوة بسيطة واقتصادية. تاني شوفوا هنا حليت لكم حبة، راكم تشوفوا في حبة الديول ديجا راهي مقرمشة من برا وبزاف بزاف تبان رقيقة. نبداو في الوصفة تاع الديول تاع نهار اليوم. هنا في هذا الطاس تاع الميكسر شادرت عندي هنايا كاس تاع سميد يكون رطب، سميد تاعكم يكون رطب، عبروا باي كاس عندكم في الدار، ليسونسيال اي كاس عندكم تعبروا به ما يهمش الكيل. هذاك الكاس تاع السميد درتو في الطاس، نروح نزيد عليه كاس تاع فرينه ونزيد 3 كيسان تاع الماء. هنا درت الكاس الاول. الماء تاعكم يكون عادي، ما بارد ما دافي، ديروه نورمال. هنا زدت الكاس الثاني، ومن بعد شندير هنا خلط شويه السميد والفرينه اللي من تحت باش ينسجموا لي شويه المكونات. بعد كي نميكسيهم ما يقعدوليش عجينه من تحت. نشوفوا هنا حتى الخليط ديجا بدا يهبط. ومن بعد ضفت الكاس الثالث. هنا كما قلت لكم حاولوا تخلطوهم مليح مليح من التحت وتتاكدوا باللي الفرينه والسميد هذيك كاع نساجموا لكم شويه مع الماء، باه من بعد كي تضربوا بالبراميكسر ما يقعد لكمش العجين من تحت. هنا في هذه المرحله كملت انايا بالملعقه هذيك الخشبيه. شا رحت درت مغرفه كبيره تاع الزيت وندير ملعقه صغيره تاع الملح. ومن بعد هنا في هذه المرحله نجيب البراميكسر تاعي ونميكسي كلش مع بعض، نميكسيهم لمده 5 دقائق ولا حتى تشوفوا بلي المكونات كاع نساجموا لكم مع بعض. هنا بعد ما ميكسيتهم مليح مليح شندير نخلي الخليط تاعي يرتاح لمده من نصف ساعه حتى 40 دقيقه 45 دقيقه، وهي من الاحسن تخلوه من نص ساعه حتى 40 دقيقه. هنا شوفوا جيت ليه بعد ما فاتت 40 دقيقه على الخليط، خلطته شويه بالمغرفه ومن بعد جبت بول صغير فرغت فيه نصف الكميه باش نبدا نخدم. وكما قلت لكم هنا الطريقه بزاف بسيطه. عندي هذه المقله تاع التيفال، هذه تاع لي كريب ما تلصقش. هنا شادرت رحت حطيت المقله هي الاولى تسخن، يليق المقله تاعكم تسخن مليح وتكون ما تلصقش. جبت المقله وهي سخونه وجبت البانسو، ندخل البانسو في الخليط ومن بعد نبدا ندير في المقله بهذه الطريقه كي شغل راكم تبنترو في المقله تاعكم. وشوفوا هنا المقله كي راهي سخونه بالخف راهي ينشف لكم الخليط. هنا في هذه المرحلة نحطها فوق نار قليلة، ضروري النار تكون قليلة. ومن بعد نبدا نشوف بلايص اللي بانوا لي مازالوا شفافين، نزيد لهم بالبانسو شوية من الخليط اللي خدمناه باش الحبة تاعكم ما تجيكمش رقيقة بزاف. هنا الحبة تاعكم خلوها طيب مليح، وهنا كيفاش تعرفوها باللي طابت، تولي ديري لكم واحد الفقاعات وتولي الحبة تاعكم تتنحى وحدها من الأطراف. هنا في هذه المرحلة نحوها وحطوها فوق السربيتة وخلوها تبرد. وفي كل حبة ديروها يعني بين حبة وحبة امسحوا المقلة تاعكم بطرشونة تكون نقية. نعاودوا نفس العملية والمقلة راهي سخونة، نعاود ندير نفس الطريقة ونحطها على النار الطيب. وكما قلت لكم كل ما طيبوا حبة ديول وتنحوها امسحوا المقلة تاعكم بطرشونة تكون نقية. هنا راني ندير بلايص اللي بانوا لي مازالوا شفافين باه ما تقطعليش الحبة، راني نزيد ندير فيهم ونخليها حتى طيب. شوفوا هنا ديجا بدات ندير فيها دوك الفقاعات اللي قلت لكم عليهم في الوسط. وانا هنا راني نحرك في المقله باش النار تجي كاع من لي كوتي. شوفوا هنايا راهم هذوك الفقاعات راهم يمشوا حتى للاطراف. كي طيب كاع الخبزه تاعكم تحسوها تتنحى وحدها. شوفوا هنا كيفاش راهي تتنفخ وتتنحى بكل سهوله. انا عاونتها بمغرفه صغيره برك من الاطراف، نحيها شويه ومن بعد نحي الحبات تاعي. ها هو الديول تاعي 4 حبات الولا خليتهم بردوا مليح. شوفوا كي جات الحبه شفافه وطريه وما يجيكمش يابس، والطريقه كما قلت لكم اسهل ما يكون. بعد ما يبردوا هنا درت حبه فوق حبه وما تخافوهمش كي يبردوا مليح ديروهم فوق بعضهم ما غاديش يلصقوا. وهو الديول تاعي قاعد بعد ما كملته كاع انا هنا جاتني 15 ولا 16 حبه.
بالضبط، نتوما هنايا على حساب المقلة اللي عندكم. أنا المقلة الحجم تاعها متوسط، عطاتني 15 كيما قلت لكم ولا 16 حبة، وها هما بعد ما حطيتهم فوق بعضهم شوفوا ما راهم لاصقين ما والو. أما بالنسبة لطريقة الاحتفاظ كيما راهم فوق بعضهم، تلموهم في هاد السربيتة الكبيرة، تكون سربيتة هكا كبيرة، وديروهم في ساشي تبلعوا عليهم وتحطوهم في الفريجيدير. وقت الحاجة تجبدوهم ما غادي يصرى لهم والو، برك ديروهم في ساشية وبلعوا عليهم. بالنسبة للحشوة اللي اقترحتها لكم نهار اليوم، عندي هنايا شوية تاع الروز، طيبته في الماء والملح وشوية زيت، ومن بعد كي طابلي صفيته وخليته يبرد. هنا عندي حوالي 8 مغارف كبار نتاع روز طايب، يعني هو طايب عبرت لكم 8 مغارف حتى ل 9 مغارف كبار. واش نزيد عليهم هنايا؟ عندي 2 مغارف كبار نتاع الطون. الطون هنايا خيرته تاع الزيت، وانتم تقدروا ديروا تاع ذوق الطماطم نورمال، كيما تقدروا ديروا فيه قابسة كومبلي. انا هنا درت 2 مغارف كبار تاع الطون تاع الزيت. عندي شويه زيتون اخضر تاني جبتو، نبدا نقطع فيه دوائر كيما هكا ونزيدو فوق الروز تاعنا مع هذاك الطون. هنا كميه الزيتون الاخضر نتوما تحكموا فيها، ثاني تبغوا ديروا بزاف تبغوا ديروا شويه كيما تبغوا. ليسونسيال الزيتون هنا غادي يعطيكم واحد الذوق بزاف شباب. وهنايا جبت القزبر اللي هو ضروري انكم ديروه. انا كان عندي غير شويه كونجلي هنايا درتو، بصح نتوما قد ما ديروا القزبر ويكون خضر وشباب قد ما تجيكم الحشوه بنينه. هنا ناكد لكم على القزبر، ديروا كميه مليحه ويكون كيما نقولوا طري. انا هنايا عندي كان كونجلي، درت غير هذيك شويه اللي كانت عندي. خلطتهم هنايا شويه شويه هاد المكونات، ومن بعد نتبلهم. درت هنا رشة تاع فلفل كحل اللي هو فلفل أسود، وزدت عليه رشة تاع كمون، ضروري أنكم ديروا الكمون باسكو الروز يبغي الكمون. ودرت رشة تاع فلفل أحمر حار، اللي ما تبغيش الحار دير فلفل أحمر حلو. وخلطت كاع هادوك المكونات مع بعض. هنايا نجيب الورقة تاع الديود تاعي اللي خدمته معكم، هنا فرشتها، حطيت فيها الحشو بشكل طولي كما راكم تشوفوا في الصورة. ومن بعد درت عندي فرماج مثلثات قطعته هكا قطع طويلة وحطيته فوق هذاك الحشو، نبلع الجوانب ونبدا نرولي فيها ونزير. شوفوا هنايا الحبة كي تجيكم كبيرة ومعمرة وتجي مدورة، ما غاديش تجيكم مربعة. وانتم تلفوه كيما تبغوا، تبغوا ديروه مربعات كبار، تبغوا ديروه مثلثات، الطريقة اللي تعرفوها ديروها. بالنسبة للزيت شوفوا هنا كمية الزيت ماهيش بزاف بزاف وماهيش كمية اللي قليلة، يعني تكون كمية متوسطة من الزيت. خليته يسخن، حطيت الحبات تاعي ودرت نار متوسطة. ضروري انكم ديروا نار متوسطة ماشي عالية. علاه؟ باسكو الديول تاع الدار يبغوا يطيبوا على خاطرهم. قلبتهم حتى حماروا لي، نحيتهم قدمتهم مع الحريرة وشهية طيبة. أتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تنال إعجابكم وتجربوها، وما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم. نتلاقاو في فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله.